سنطل على مرافئ ذاكرة جديدة مع إعلامي ودبلوماسي كبير أثر كثيرا في الحياة الإعلامية والسياسية السورية، وهو سليل أسرة عريقة. هذه الأسرة التي أنجبت أبو خليل القباني جد ضيفنا الكبير. أيضا سندخل في تفاصيل هذه المحاور، ولكن الآن دعونا نرحب بضيفنا الكبير الدكتور صباح قباني، الإعلامي والدبلوماسي العتيد كما الله يخليك. نقول. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي. دكتور صباح، نحن سنطل على مرافئ ذاكرتك، هذه الذاكرة الممتلئة، وإن شاء الله سنغرف منها الكثير لنقدمك بالشكل المناسب للناس، لأنك حتى الآن أنت من الناس الذين يعملون بصمت، وهؤلاء الصامتون كثيرا ما يقدمون الكثير من الإبداعات التي لا يعرفها الكثير من الناس. أهلا بك دكتور صباح. أهلا وسهلا. دكتور صباح قباني من مواليد عام 1928، من أسرة عريقة كما قلنا. جدكم هو أبو خليل القباني، ووالدكم نتيجة نصيحة الجد بأن يكون هناك لكم تواجد بمصر، ذهب توفيق قباني إلى مصر. ماذا فعل هناك في البداية؟ والله كما ذكرت، أولا شكرا على هذه المقدمة الجميلة، أرجو أن أستحقها. لا إن شاء الله يا سيدي. فتعرف دكتور طالب، جدنا أحمد أبو خليل القباني رائد كان في مجال الحركة المسرحية العربية، نعم، والمسرح الغنائي العربي الذي ابتدأه من العدم. نعم. فحورب هنا بدعوى أن هذا الفن الذي أتى به أبو خليل هو فن يخرج عن الدين وعن الأخلاق، في حين أن كل ما قدمه من قطع تمثيلية مستمدة من التراث العربي الإسلامي، وهي تحض على مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية الراقية. نعم. رغم ذلك حورب، لأن نظرة للفن في ذلك العهد كانت نظرة سلبية الحقيقة مع الأسف، وكان يتهم من يعمل في هذا المجال بأنه خرج عن الأخلاق أو زنديق أو إلى آخره. فحورب وأحرق مسرحه ورجم بالحجارة، فاضطر إلى أن يذهب إلى مصر. مصر كانت في ذلك الحين فيها ليبرالية أكثر، فيها تفتح أكثر للعمل الفني والفكري، فوجد هناك مجالا للعمل أكثر من بلده. وبعدما اطمأن به المقام هناك وأنشأ مسرحا ونال نجاحا كبيرا. نعم، قدم الكثير من الإبداعات هناك. نعم، أيضا وخاصة بداية في الإسكندرية. نعم. ففكر أيضا ببعض أقربائه بأن يأتوا إلى مصر ويعيشوا، تركوا من لديهم طموحات كبيرة لا يستطيعون أن يعبروا عنها في الشام. فرأى أن يلحق به من يريد أن يزيد من ثقافته ويحقق طموحاته هناك. وبالفعل مجموعة كبيرة من شباب الأسرة لحقت بأبو خليل. أحدهم كان والدي، فمنهم من ذهب ليعمل في حقل الزراعة، ومنهم بالصناعة، ومنهم بالتجارة، وتفرقوا في أرجاء مصر. والدي ركز في الإسكندرية وفي القاهرة على موضوع الصناعة، صناعة الحلويات الأوروبية التي لم نكن نعرفها هنا. هنا كنا نعرف أنواع قليلة من الحلويات تصنع في البيوت ويدور بها الباعة المتجولون، اسمها حل سنونج وليل طلة وأسماء نعم. قديمة انقرضت الآن. نعم.
فهو أتى عندما رجع إلى هنا أنشأ مصنع حديث بالمعنى القديم. الآن إذا هل ولدت في مصر دكتور صباح؟ نعم. ولادتك كانت في مصر؟ لا أنا هنا كلنا. نعم. لأن والدي ذهب إلى هناك وهو فتى ابن 15 سنة، واستمر هناك حوالي 20 سنة، ورجع تزوج بعد عودته. نعم. نعم. فأنشأ هذا المصنع الحديث بالمفهوم القديم طبعا، وبدأ يصنع الحلوى الأوروبية، الشوكولاتة والنوغا والملبس. وكان أول صناعي أول حلواني كما يمكن أن نقول هو صناعة الملبس، نعم. ولذلك كان يعتز بأنه المؤسس الأول لمعامل الملبس. وهنا عندما بدأ إنتاجه يغمر السوق، الناس حيرت كيف هذه اللوزة تدخل في غلاف محكم الإغلاق، من أين دخلت لحدا يعني. نعم. وإنما مذاقها كان شيئا جديدا عليهم، فنجح. ولذلك اعتز بصفته المؤسس الأول لمعامل الملبس، كتبها على أوراق مراسلاته وعلى يافطة معمله. نعم. وهنا قبل أن أستبق الأشياء أقول نعم. أحمد أبو خليل القباني أسس الحركة المسرحية الغنائية. نعم. توفيق القباني أسس أول مصنع للحلوى والصناعي الأول يمكن أن نقول في سوريا. نعم. نعم. ونزار قباني المرحوم نزار قباني أسس أيضا فتحا جديدا في الشعر العربي. يعني هناك 3 فتوحات يمكن أن نقول عنها فتوحات تأسيسية صحيح. لمراحل ل3 عباقرة عظام. الله يخليك. نعم. نعم. والغريب دكتور أنه لما كلفت بتأسيس التلفزيون، كان غير موجود التلفزيون سنة 1960، كمان قمنا بتأسيس هذا التلفزيون بعد مرور 100 عام تقريبا على تأسيس أبو خليل لمسرحه في دمشق. وعد يعني حفيد أبو خليل القباني أيضا رائدا من الحمد لله رواد الحركة يعني الإعلامية عندنا. هاجس التأسيس موجود لدينا. نعم. والحمد لله. وهاجس التأسيس تعرف. أنا كنت سأعرج على ذلك بعد قليل. نعم. نعم. الحمد لله. فكل هذه المجالات كانت مراحل مهمة في تاريخ أسرتنا. لا أقول تاريخ البلد فقط، وأن تاريخ أسرتنا الحقيقة. كان هناك خصوصية لتوفيق القباني مع صناعه. نعم. نعم. حدثنا قليلا عن هذه الخصوصية يا سيدي. في ذلك الزمن الحقيقة كان فئة التجار والصناعيين ورجال الأسواق الشعبية، ووالدي منهم، كان لديهم نوع من القيم الراقية الحقيقة، ليكون صاحب العمل جزء من هذا العمل، ويتعامل مع من يعملون لديه من عمال وأفراد، كان يتعامل معهم كأنهم أولاده. يدخل العامل ليتعلم المهنة، ولكن دائما والدي طريقة التعامل معه هي تعامل الوالد مع ولده. كذلك والدتي كانت تعتبر هؤلاء الذين أتوا إلى المعمل مثل أولادها. أول ما يدخل يرسله والدي إلى البيت. بيتنا كان قريب من المعمل، كنا في حي واحد، فوالدتي تقوم بتحميمه، بإعطائه ملابس نظيفة نظيفة جيدة، من مقاسات اللي عند أولاد البركة، كان نعم. عندها 4 أولاد. وكانت وهي تحممه تفهمه أنه مقبل على تعلم صناعة أساسها النظافة. نعم. هذا كنت أن أصل نعم. إليه. أساسها النظافة.
وعندما تنتهي من مهمتها هي التي كلفت بها يعود إلى المعمل ليبدأ عمله مهفهف الرائحة بعطر صابون الغار والملابس النظيفة، فهو يخالجه الإحساس وهو عائد المعمل أنه ليس مجرد عامل عند توفيق القباني، وإنما هو أحد أولاده. نعم. أحد أولاده. ولذلك كانوا يخلصون في عملهم، لأنهم يعرفون أن توفيق القباني كان اهتمامه الأول بهم، بمستقبلهم، بتعلمهم، حتى أنه كما ذكرت في الكتاب عندما يبلغون مبلغ الصبا والشباب يفكر أن يزوجهم. هؤلاء مثلا يريدون أن يستقلوا بعمل لأنفسهم، فيسألهم عن هواجسهم، عن أحلامهم. اللي بده يكمل في هذه الصناعة يساعده لفتح حانوت صغير أو معمل صغير، اللي بده يتوظف وظفه، لأن كان له صلات كثيرة مع الرسميين. نعم. بفعل عمله الوطني مع مجموعة كبيرة من السياسيين آنذاك خلال الانتداب الفرنسي، فكان قادرا أن يساعدهم في تحقيق أحلامهم، أحلام هؤلاء العمال. ولذلك قلت أنه في فترة من الفترات توالدت من معمل أبي معامل كثيرة وحوانيت كثيرة، وكانوا كلهم يقرون بفضله وبمحبته لهم. نعم. أريد أن أطل على توفيق القباني والحركة الوطنية. نعم. لأنها أيضا أسست لكم أنتم أولاده اتجاها خاصا بكم. هذا صحيح. ما علاقة توفيق القباني بالحركة الوطنية في زمن الانتداب الفرنسي؟ يا سيدي، نتيجة لشعبية الوالد في البلد، هي وظف هذه الشعبية لخدمة العمل الوطني، عمل مقارعة الانتداب الفرنسي بمختلف الوسائل، نقول سلمية، لأن لم يكن عندنا جيش ولا أي شيء نقاوم به هذا المحتل، فكانوا يلجؤون إلى الإضرابات مثلا، الإضرابات والتظاهرات والاجتماعات السياسية ليقرروا كيف يتصرفون أمام إجراء معين قامت به سلطة الانتداب. مثلا الإضرابات كانت تبدأ من الأحياء الشعبية، ومن منطقتنا بالذات، منطقة مئذنة الشحم والشاغور والقيمرية. هؤلاء الرجال الأحياء كانوا فعلا عندهم نزعة وطنية راقية، وكان والدي بمثابة زعيم لهؤلاء، فهو يستطيع أن يحرك الإضرابات. فمتى ما أطلق إشارة الإضراب تجد أن الأسواق كلها أغلقت. نعم. وهذه الإضرابات كانت فعلا تزعج سلطة الانتداب، إزعاج كبير. في أحد إضرابات استمر 60 يوم، هزت البلد حقيقة. نعم. وحاول المندوب السامي وقتها أنه يساير الناس ويسترضيهم، فبالطبع الحقيقة نجح الإضراب نجاح كبير. وهكذا. والاجتماعات الوطنية كانت تعقد في دارنا، الوطنيين، الكتلة الوطنية وأقرانهم من اللبنانيين الذين أيضا كانوا يحاربون الانتداب في لبنان، والتجار والصناعيين والمثقفين، كلهم كانوا يجتمعون في دارنا الواسعة ويتخذون القرارات المناسبة لمجابهة قرار ما أو إجراء ما اتخذته السلطة الفرنسية. فهذه الإمكانية عند الوالد أن يوظف شعبيته لخدمة العمل أفادت الحركة الوطنية كثيرا. وعندما ضاقت السلطات الفرنسية زرعا بهؤلاء الذين يحركون
الإضرابات في الأحياء وفي والسياسيين بدأت تعتقلهم. واعتقلت والدي في صباح مبكر من سنة 1939 نعم. وأرسلته إلى تدمر لإذلاله وتكسير الحجارة وتعزيل المجاري إلى آخره. فهذا العمل الوطني الحقيقة كان طاغي على عمله الخاص. وبعد الاستقلال طبعا سنة 45 الوالد رأى أن العمل والنضال الوطني أديا النتيجة المطلوبة وهو الاستقلال، فآثر أن يتوقف عن العمل السياسي وينصرف إلى أسرته، رعاية أسرته وأولاده وصناعته. نعم. وإنما هذا كما تفضلت، هذا الجو الذي نشأنا فيه يعني الحقيقة كان الجو دائرة واسعة كما بقي في داخلنا. يعني دائما اهتماماتنا كانت أولاد توفيق القباني هي العمل العام، هي الإخلاص في العمل العام. يعني هذا تشربناه من الجو الذي عشنا فيه. نعم. طبعا 1945 الاستقلال، الجلاء كان في عام 1946 17 نيسان. هذه الالتفافات حول الحركة الوطنية من قبل الناس هي التي مهدت للاستقلال. أنا أريد أن أدخل هنا أيضا في جانب آخر. ظلت علاقة والدك وأنتم جزء من البيت مع مصر في ذلك الحين. كنتم تستقبلون أيضا الكثير من الفرق المسرحية في داركم. نعم. كان مثلا المرحوم يوسف وهبي فنان المسرح المعروف أو عميد المسرح العربي كان يأتي إلى دمشق، وبالتأكيد كان يأتي إلى بيت توفيق قباني. صحيح. المرحوم الفنان الكبير يوسف وهبي كان صديق حميم لوالدي من أيام وجوده في مصر. نعم. واستمرت هذه العلاقة. وكان يوسف وهبي وفرقته فرقة رمسيس يأتي إلى دمشق كل موسم صيف لتقديم مسرحيات على مسرح العباسية، كان موجود قرب جسر فيكتوريا. وأول شيء كان يعمله هو زيارتنا في البيت هو وفرقته. ودارنا الواسعة كانت مؤهلة تستوعب هذه الفرقة. ووالدتي كان طبخها جيدا فتحتفي بهؤلاء القادمين. والحارة كلها الحقيقة كانت يعني تسعد عندما تجد أفراد الفرقة ويوسف وهبي وكلهم ممثلون يعني معروفين لدى أهل الحي. فكانت مناسبة ينتظرونها كل عام ليشاهدوا أحمد علام، فردوس حسن، أمين رزق، بشارة وكيم، كل من يعملون مع يوسف وهبي، وهم يأتون إلى الحارة بالعربات التي تجرها الخيول من فندقهم إلى بيتنا. نعم. لم يكن هناك سيارات في ذلك الحين لأن الحارات ضيقة. فكانوا يسعدون جدا. النساء يطلن من النوافذ البيوت، الرجال والأطفال يقفون على مشهد بانورامي جميل. نعم. كان يعني كما ذكرت بمثابة عرس تعيشه الحارة فترة وصول هؤلاء الممثلين. والحقيقة أن ظلت هذه الصلة مستمرة مع يوسف وهبي وفنانين آخرين، لأن والدي بعدما عاد من مصر بقيت صلته وذكرياته مرتبطة بفترة الشباب التي نشأ وترعرع فيها في مصر. ومن جمله مع صلته مع الفنانين. نعم. سنطل قليلا على الأسرة. معتز الكبير يتلوه نزار، ثم رشيد، وأنت الأصغر. نعم.
و3 صبيان ثم أنت الصبي الرابع. كانت والدتك تحلم أن تأتي فتاة، نعم. وتأخرت هذه الفتاة قليلا حتى أتت أختك هيفاء. نعم. في ذلك الحين كنت الصبي المدلل القريب، يعني كانوا تقريبا كانت والدتك تعاملك كطفلة، تحاول أن يعني تسبق عليك. كانت تريد أن تعمل مني البنت المشتهاة. نعم. كما قلت. فألبستني فستان البنات الصغيرات، وأطالت شعري ووضعت عقد على صدري، يعني لتوهم نفسها أنها رزقت بنتا. نعم. طبعا هذا الدور لم يستمر طويلا، أنقذني منه مجيء هيفاء. نعم. الحمد لله. كما ذكرت كمان نعم. دكتور طالب، في نشأتنا في جو المعمل، معمل والدي، يعني معمل والدي كنتم تعملون كلكم، يعني ندخل لنا دائما الفتيان الأربعة نوع من الفضول، ندخل إلى المعمل نحاول نساعد العمال، يعني اعتبرنا هؤلاء مثل ما اعتبر والدي عماله أولادا. نعم. أولادا اعتبرناهم أصدقاء وأخوة لنا. نعم. فلذلك نشأنا في جو في هذا التكافل الإنساني والاجتماعي. لم نكن ننظر إلى هؤلاء أنهم مجرد عمال موظفين يعملون، لا، هم عبارة عن إخوة لنا، وعلمونا أشياء كثيرة الحقيقة، لأن كلهم كانوا من أحياء شعبية يعرفوا إلى جانب مئذنة الشعب. نعم. التراث الفولكلوري الشعبي تعلمناه منهم الحقيقة. كان أحدهم يروي الحكايات، آخر يحفظ ملاحم أبو زيد الهلالي وسيف بن زي يزن وإلى آخره، يحضر الحكواتي الذي نعم. كان نعم. في ذلك الحين منتشرا تماما. نعم. أحدهم كان يعشق التمثيل. لذلك هذا الجو الذي نشأنا فيه أفادنا فيما بعد، وجعلنا حقيقة لا نأنف من قيام بأي عمل يدوي مهما علت المناصب. وهذه ميزة كبيرة والله. هذا نعم. وهذا الفضل أرده إلى هؤلاء حقيقة. وهم كانوا أول من اصطحبنا إلى دار السينما، يستأذنون والدي لمشاهدة فيلم في دور السينما القليلة اللي كانت في دمشق، لمشاهدة أحد الأفلام. يعني كان لهم يد في ثقافتنا الأولى، ثقافتنا إلى جانب ثقافتنا في المدرسة. وهذا ما دعاك أيضا عندما استلمت إدارة التلفزيون في زمن الجمهورية العربية المتحدة، الإقليم الشمالي، والذي كان سينطلق معا مع تلفزيون مصر في ذلك الحين الإقليم الجنوبي. كنت تختلط بالعمال وكنت أيضا واحدا منهم، وهذا دون أي تأفف ولا أي نوع من نعم. نتيجة هذه النشأة. نعم. هذه التربية والنشأة. لأن في العمل التلفزيوني كما تفضلت عمل فريق، لست وحدي الذي يستطيع أن يقوم بهذا العمل. عمل يستدعي وجود موظفين، مهندسي ديكور، مصورين، مخرجين، مذيعين، كل هؤلاء يجب أن ترى فيهم فريقا واحدا متماسكا. فلذلك عندما تكون أنت لا أريد أن أتباهى وأقول القائد، وإنما يجب أن نعمل معا. وعندما يرونني أعمل معهم كثير من المرات أقف مع مصور الكاميرا وأدفع معه الكاميرا الثقيلة وكابلاتها من مكان إلى آخر، أتشاور معه في زاوية التصوير باعتبار عندي هواية للتصوير. فكل هذا جعلهم يحسون أنني جزء منهم، جزء من العمل. وهذا ما أنجح العمل في ذلك. يعني الحمد لله ما كان في تراتيبية لغيناها الحقيقة، مدير وموظف وكذا، هذا كان غير وارد فيه.
والذي ينجح العمل دائما هو أن لا يبقى المدير أو الرئيس متسمرا وراء مكتبه ويعطي أوامر من علن، أوامر إدارية كذا اعملوا لا تعملوا. هذا كلام لا ينجز، لأن العمل الذي قمنا فيه هي كان جديد علينا وعلى بلدنا. ورشة متكاملة، فريق عمل كما قلت. لا، والعمل التلفزيوني دكتور طالب أنا 1960 نعم. لم يكن هناك تلفزيون ولا فضائيات. هلا 400 فضائية ما شاء الله في السماء تبث ليل نهار. نحن بدينا من الصفر، لا نعرف شيء، كنا نتعلم من بعضنا. سوف نصل إلى هذا المحور. نعم. بس قبل ذلك هناك المدرسة. نعم. بعد المدرسة هناك الجامعة، ثم الذهاب إلى باريس، الدكتوراه في العلوم السياسية، ثم العودة إلى هنا. أيضا توريطك في بالتلفزيون، في إدارة التلفزيون. كنت في يعني جزءا من الحركة الثقافية هنا، وكنت معروفا. نبدأ بالمدرسة. كنت في المدرسة، دخلت مع إخوتك طبعا إلى المدرسة. أي مدرسة كانت في ذلك؟ المدرسة الكلية العلمية الوطنية كانت في قلب الأحياء الشعبية في البزورية. نعم. وكان صاحبها الدكتور أحمد منيف العائدي، إنسان فذ الحقيقة في مواضيع كثيرة. كان عميد لكلية الطب عدة مرات، طبيب شهير هو. وإنما كان هاجسه الأول هو موضوع التربية. كان يريد أن ينشئ مدرسة وسط بين المدارس الفرنسية التي كانت موجودة أثناء الانتداب الفرنسي ومدارس التي أنشأتها الدولة أو الحكومة لتهتم وتركز على الثقافة العربية. نعم. والمدارس الفرنسية كانت تركز على الثقافة الفرنسية. أحمد منيف العائدي وجد أنه لا بد من إيجاد مدرسة تأخذ بالثقافتين، وفعلا كان عملية. فأتانا بأهم أساتذة اللغة العربية، مثلا من خليل مردم لأمجد طرابلسي لأديب التقي لمنير البعلبكي وهكذا. وأتى أيضا بأساتذة فرنسيين من فرنسا ليعلموننا اللغة الفرنسية. فهذه المدرسة أنجبت الحقيقة مجموعة كبيرة من الذين تبوأوا مناصب كبيرة في الدولة، من محامين وقضاة وموظفين ودبلوماسيين بكل شرائح المجتمع كانوا الناجحين. نعم. وهذا فضل أرده إلى هذا الرجل الفذ الحقيقة. خاصة بالنسبة للمدرسين الذين كانوا يولونكم الكثير من الرعاية والاهتمام. نعم. وكنتم نعم. جزءا أيضا من ثقافة واعدة في ذلك الحين. صحيح صحيح. وهذا كله لمسنا أثره فيما بعد. يعني حيثما ذهبنا كانت هذه الثقافة المدرسية الأولى التي هي الأساس فعلا كانت المعين الأول لنا لاقتحام أي عمل عام أو أي عمل خاص قمنا به فيما بعد. نعم. نأتي إلى بعد مرحلة المدرسة إلى الجامعة. كنت ترغب في دراسة شيء آخر؟ الواقع أنا يعني كان دائما عندي نزعة فنية. أحب أن أكون عندما تخرجت من المدرسة الثانوية وأخذت نلت شهادة كنت رساما البكالوريا وكنت مصورا أيضا بارعا؟ لا، قبل التصوير كنت رسام. أرغب أن أكون رساما. نعم. أو نحاتا. ولكن في ذلك الوقت في 46 عندما نلت شهادة البكالوريا لم يكن هناك لدينا كليات لتدريس الفنون، فكان أمامي إما الطب أو الحقوق. أو الحقوق. واضطررت أن ألتحق بكلية الطب نزولا عند رغبة الوالدة. كانت تحلم بأن أحد أولادها يحمل لقب دكتور دكتور في الطب. دائما الوالدة هي
عندها شهية معينة تطبقها علي. أنت آخر بدها الأبناء، بدها آخر بدها الصبيان. بنت تعمل مني نعم. بنتا، تريد طبيبا، تريد أن تعمل مني طبيبا، نعم. وهكذا. فدخلت كلية الطب يعني على غير رغبة حقيقية. لم تمضي أسابيع إلا وجدت أخي الأكبر رشيد يدخل إلى قاعة الدرس، حيث كنت أدرس العلوم والتشريح والكيمياء، وهي كلها مواد صعبة علي. ويصطحبك. فأخذني، طلب من الأستاذ أن استأذن منه أن أخرج معه. اصطحبني. قلت له أنا خشيت أن يكون قد حدث مكروه في البيت ليقتحم على الأستاذ درسه. قال لا تخشى شيئا، جئت بس لأخبرك بأنني سجلتك في كلية الحقوق. غير مصيري يعني. وقال لي الأسباب التي دعته إلى أن يتخذ هذا القرار بدون استشارتي. قال لي أنت تنكب على الدراسة بطريقة مرضية. فعلا أنا متى ما جلست لأهيئ امتحاناتي كنت أستغرق فيها وأنسى الدنيا كلها. نعم. قال لي هذا ستدرس 7 سنوات طب، فالأحسن أن. قلت له الوالدة ناطرة تصير طبيب. قال لي كلمتها وقلت لها إذا تريدين أن تخسري ابنك صباح فاتركيه يدرس طب. قالت لا أخي يدرس ما يشاء. فانتقلت إلى الحقوق ومشيت على خطى نزار ورشيد بدراسة الحقوق. نعم. معتز ماذا درس؟ درس عمل رجل أعمال حقيقة. يعني أنهى التحق البكالوريا بالوالد ومشي على خطى الوالد. نعم. نعم. وبعد دخولي إلى كلية الحقوق صار عندي مجال حقيقة أهتم بالأمور الثقافية والفنية، وكانت الجمعيات الفنية والثقافية في بداياتها نشيطة، فكنت أشارك في أعمالها. وهنا تعرفت على المرحوم الشاعر سليم الزركلي، كان موظفا كبيرا في رئاسة مجلس وزراء وانتدب ليكون مديرا للإذاعة. نعم. في أحد المعارض كنا نتجول ونتكلم بأمور ثقافية وفنية، ووجد لدي اهتماما بالفن الإذاعي. لماذا لا تأتي إلينا؟ وذهبت. في الإذاعة شباب يدرسون مثلك في الجامعة، ولكنهم في أوقات فراغهم يعملون مذيعين لدينا، فما رأيك لو تنضم إليهم؟ فرحبت طبعا، بس بشرط أن لا أنال أجرا، هواية، لا أريد أجرا لقاء هذا العمل. فقبل. وبعده جاء الصديق المرحوم الأستاذ فؤاد شايب فقال لي لننسى حكاية الهواية، يريد مني أن تحترف، أهتم بالعمل 100%. أصدر قرار بتعييني مذيع. أول عمل عام أستلمه هو مذيع في إذاعة دمشق. فمن هنا بدأت صلتي بالإعلام. نعم. أنهيت الحقوق؟ وكنت بنفس الوقت كما ذكرت تعمل في الإذاعة؟ أعمل مذيعا. ويوم نلت شهادة الحقوق 49 كان مدير الجديد المرحوم أحمد عسي، كان عين قبل 4-5 أيام من نيلي لشهادة الحقوق، لا أعرفه. دخلت عليه وقلت له جئت لأسلم عليك وأودعك، فدهش من تداخل السلام بالوداع. نعم. قلت له قصتي أنني عملت مذيعا خلال الفترة وأنا أدرس حقوق، وقراري هو من البداية أن أترك متى نلت الشهادة أن أذهب إلى باريس لاستكمال دراستي والحصول على الدكتوراه في الحقوق الدولية،
حاول أن يثنيني عن هذا القرار، وأنه عنده لديه أحلام واسعة لتطوير الإذاعة. الإذاعة كانت متواضعة جدا، يعني لا تغطي إلا جزء يسير من الوطن، من سوريا، وإمكانياتها قليلة، وإنما طموحات أحمد عسي كانت كبيرة جدا. فاعتذرت وقلت أن قراري اتخذ، وحجزت مكان في الباخرة التي ستأخذني إلى فرنسا، فنزل عند رغبتي ووقع استقالتي وذهبت إلى باريس. في باريس طبعا درست في باريس درست الدكتوراه في كلية هناك، الحقوق، وتعرفت على العديد من الناس. نعم. وكان اهتماماتي الحقيقة، باريس كانت بعد الحرب العالمية الثانية تغلي بالأفكار الجديدة الثقافية والفنية، يعني كل الاتجاهات الجديدة في الثقافة والفن والفلسفات الجديدة الوجودية، مثلا تبع بول سارتر وسيمون دي جان بول بوفوار. سارتر وسيمون دي بوفوار، نعم. هذا كلها أتت بعد الحرب، كأنما الحرب بالإضافة إلى أنها تخلق دمار وخراب، وإنما أنشأت تحرك أفكارا جديدة، تحرك الأرضية الثقافية، وتخلق تبدع مثل ما تفضلت أفكار جديدة. ففي هذا الوسط 49-50 كانت باريس بالذات تغلي بهذه التيارات الجديدة الثقافية والفنية، وأنا بالطبع عندي هذه الاهتمامات، فوجدتها فرصة كبيرة أن أتابع هذه الفنون وهذه الاتجاهات، وهذا كله كان ذخيرة ساعدتني في المقبل معي، إلى جانب دراستي للحقوق الدولية. نعم. وعندما أنهيت دراسة الحقوق ونلت شهادة الدكتوراه، عدت إلى دمشق. وكان ينتظرك شيء؟ أحمد عسي نعم استدعاني. أنا كنت أهيئ أوراقي الحقيقة باعتبار اختصصت بالحقوق الدولية، قوانين الدولية، أنا الذهاب إلى وزارة الخارجية، كان هذا قراري. فعلم أحمد عسي بأنني عدت إلى الوطن فاستدعاني، وجلس يحدثني ويستأنف الحديث الذي بدأناه قبل 3 سنوات. لا يريد أن يعترف أن 3 سنوات مضت على الحديث الأول، وأعاد الكرة، وفعلا حدثني عن الأشياء التي أحدثها في الإذاعة من حيث التطوير، تقوية الأجهزة، البرامج، وعنده طموحات أنه يعمل من الإذاعة مؤسسة ثقافية. كان ليس لدينا لا وزارة ثقافة ولا كليات فنون ولا معاهد الفن المسرحي. كان هناك مديرية الثقافة. نعم. كان هو صحفي قدير، فعين مديرا للإذاعة، ومثل ما ذكرت طموحاته كانت فعلا كبيرة. فقال لي بدنا نستقطب نحن أهم رجال الفكر والفن والكذا، ونعمل من هذه الإذاعة ليس مجرد أداة بث إذاعي، وإنما نريد أن نجعل منها مؤسسة ثقافية قبل أن تأتي وزارة الثقافة وكليات الفنون والمسرح ويدخلون على الخط. ففعلا استهواني هذا الحلم، فقلت له طيب سنجرب ونعمل معا. سأضع جانبا فكرة ذهابي للخارجية، ليس ما أساعد في تحقيق هذا الطموح وهذا الحلم. وبالواقع دخلت وبدأنا نبتكر أشياء فعلا كانت ذات أثر تأسيسي في الإذاعة التي نعرفها اليوم. نعم. نعم. وكيف عثر عليك فؤاد الشايب في ذلك الحين؟ فؤاد الشايب عملت في الإذاعة، ولكنك أيضا انتقلت إلى الثقافة فيما بعد. إلى الثقافة ما كان فؤاد شايب بالثقافة. من اللي كان مسؤولا في ذلك؟ كان المسؤول الأول الوزير كان أستاذ رياض المالكي، كان نعم وزير. نعم.
ومعاونه صديقي دكتور يوسف شقرة. نعم. دكتور يوسف شقرة الحقيقة وجدني مرة بطريق صدفة في مبنى وزارة الخارجية القديم، وهي جواز سفري بعد قيام الوحدة للذهاب إلى مصر، لأن الوزارة المركزية لوزارة الخارجية كانت في القاهرة. نعم. فذهبت لأخذ جواز سفر لي ولزوجتي ولابنتي. بنفس الوقت كان دكتور شقرة الله يرحمه في المبنى، فناداني من بعيد، التفت وجدت أن دكتور يوسف صديق حميم هو. قال لي: ماذا تفعل هنا؟ قلت له: والله عم هي جوازي مسافر لمصر. قلت له: أنت ماذا تفعل هنا؟ قال: أنا هنا أخذنا الطابق الأول من مبنى وزارة الخارجية القديم اللي نبدأ فيه وزارة الثقافة، وزارة حديثة. نعم. لم تكن موجودة قبل الوحدة، ونعمل الآن على تهيئة العناصر اللازمة لانطلاقة هذه الوزارة. الأستاذ رياض المالكي وكان معهم الأخ الصديق الدكتور أديب اللجمي. نعم. قلت له: موفقين إن شاء الله. وبدأت أصافحه، وجدت أن يده لا تزال تقبض على يدي، لا يريد أن يفلتها. قال لي: ما رأيك أن تبقى معنا وتشارك في التأسيس؟ دائما التأسيس هذا كان شيئا من حياتك. أيوة. وحدثني أنه أنت اهتماماتك فنية وثقافية من الكلام هذا، وضع جانبا ذهابك إلى مصر وتعال نبدأ بهذا المشروع الهام. فدائما تعرف دكتور طالب، يعني الرغبة الفنية والهجس الفني يطغى على كل شيء. لعب على الوتر حساس في داخلي، فرضيت وبقيت في وزارة الثقافة. استلمت مديرية الفنون. كمان في مديرية الفنون أسسنا أشياء لم تكن موجودة، المسرح القومي والمعارض الفنون التشكيلية. يعني وقت بدأنا نعمل فكرنا بالمعارض الموسمية. المعرض الربيع، أول معرض ربيع حدث خلال هذه الفترة، خلال فترة. تتذكر أي عام؟ نعم، بال59. أنا بقيت سنة واحدة، بداية 59 لنهايتها تقريبا، في وزارة الثقافة. فأقمنا معارض للفنون التشكيلية للتصوير الفوتوغرافي. بدأنا نهتم بموضوع الفنون الشعبية وجمع التراث الشعبي من ملابس، من أغاني، من كل ذلك كان غير معهود في تلك الفترة. وحفظته أيضا، لديك صور كثيرة حول ذلك. نعم الحمد لله. نعم. وكنت أنوي في تلك الفترة إنشاء فرقة للفنون الشعبية لتقدم الرقصات الشعبية والدبكات ورقص السماح وكذا. لم يسعفني الحظ ولكنك في التلفزيون أنشأت هذه الفرقة. هذا الحمد لله استطعنا أن ننشئ هذه الفرقة وأن تكون ناجحة. انتقلت إلى القاهرة كيف؟ لا، بالوزارة. آسف، يعني ذهبت إلى القاهرة لتبلغ بشيء جديد لك كان. نعم، أنا الحقيقة الذي حدث أنك سافرت إلى هناك في وفد رسمي. كلفت بتأسيس التلفزيون بداية الستينات وبدون أن أدري. كنت أذهب وأتردد على القاهرة لمتابعة النشاطات الثقافية وعمل أشياء مماثلة لما هو موجود في القاهرة عندنا في وزارة الثقافة، من مؤسسات ثقافية، من مراكز للفن الشعبي، من أكاديميات للمسرح من كان وزير الثقافة في ذلك الحين في مصر؟ في دمشق كان مثل ما قلت أستاذ رياض المالكي. والمركزي؟
المركزي كان الدكتور ثروت عكاش. ثروت عكاش. ثروت عكاش. وإنما المسؤول عن الإعلام حينذاك عبد القادر حاتم. عبد القادر حاتم. نعم. فعندما عدت من القاهرة من إحدى زياراتي للقاهرة، وصلت إلى منزلي، زوجتي تقول لي أن هاتفنا لم يهدأ رنينه خلال غيابك والمتكلمون كثر. قلت له: من هؤلاء؟ قال: والله ممن نعرف ولا نعرف. ماذا يريدون؟ قال: يلمحون إلى أنك أصبحت كلفت بتأسيس تلفزيون وأصبحت مديرا له. قلت له: أي تلفزيون؟ معنا تلفزيون بالبلد. فعلا لم يكن هناك شيء اسمه تلفزيون، وما له علاقتي بالتلفزيون، لا أعرف عنه شيئا. فقررت أن أذهب إلى وزارة الثقافة لأستطلع الخبر. توقعت أنها إشاعة كالعادة. دخلت على الصديق يوسف شقرة، وجدته ممتعضا قليلا. قال: يا ليتك أخبرتنا أنك ذاهب إلى التلفزيون. قلت له: أنا تلفزيون ليس عندي علم بأي شيء. فأقسمت له أنني لم أدري، لأن اللي حدث دكتور طالب هو أنه تاريخ وجودي في القاهرة هو تاريخ إصدار القرار. فقالوا يعني فلان ذهب إلى القاهرة ليبدأ هذه العملية ويوظف نفسه مديرا للتلفزيون. قلت: ما عندي خبر ولا حدا فاتحني. أراني قرارا لعبد القادر حاتم له رقم وتاريخ أنه يكلف فلان تأسيس تلفزيون. فاقتنع الدكتور شقل أنه ما لي علاقة. قال لي: أنا كمسؤول يعني كنت أتمنى لو تبقى معنا. كصديق سعدت بأنهم كلفوك أنت بهذه المهمة الصعبة. وهكذا تركت وزارة الثقافة، أنهيت بعض المعاملات وذهبت. بدأت رحلتك في تأسيس التلفزيون، المتاعب الثانية. نعم. الثالثة. نعم. وهذه سنطل عليها في مرافق ذاكرة جديدة. نعم. مع الدكتور صباح قباني الإعلامي والدبلوماسي الكبير. إلى اللقاء مع مرافق ذاكرة جديدة مع ضيفنا الكبير الدكتور صباح قباني.